صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. في فيديو النهاردة هعمل معاكم وصفة جديدة طعمها حلو قوي، اسمها قراقيش السكر الصيامي. سهلة جدا ولذيذة، وكل مقاديرها متوفرة عندنا في البيت. الوصفة دي تنفع ناخدها مع كوباية شاي في الفطار او كوجبة عشاء خفيفة. ينفع كمان الاولاد ياخدوها معاهم المدرسة، هيحبوها قوي خصوصا ان هي بالسكر. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أول حاجة هنا هجيب بولة فاضية وهضيف كده فيها كوبايتين من الدقيق الأبيض منخول كويس، كوبايتين بمج الشاي العادي. بعد كده هضيف معلقتين كبار من السكر الحبيبات الأبيض. ضفت كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، هقلبهم مع بعض. بعد كده هضيف نص كوباية من السمنة النباتي بنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها الدقيق. نقدر نستبدل السمنة بالزيت. بس أنا جربتها بالزيت قبل كده، طلعت مقرمشة قوي، إنما بالسمنة بتكون مقرمشة ودايبة في نفس الوقت. بخلط الدقيق مع السمنة كويس قوي لغاية ما كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنة، وتكون معايا كده شبه الكحكة، كأني بعمل كحكة بالظبط. ببس الدقيق مع السمنة كويس قوي. بعد كده هضيف ربع كوباية من المية، أضيفها بالتدريج لغاية ما العجينة تتلم معايا. شايفين؟ ما نعجنش ولا اي حاجة، يبقى بنضيف حبة مية وبعدين نقلب كده شوية ولغاية ما العجينة تتشرب المية. شايفين؟ ده قوام العجينة، عجينة لينة ومش بتلزق في الايد. تعالوا بقى نشوف الحشو. الحشو هنا معايا معلقتين كبار من السكر الحبيبات الابيض، هضيف كمان معلقة كبيرة من السوداني المجروش ناعم. نقدر نستبدل السوداني بالقرفة او بالكاكاو او بجوز الهند او تعملوها بسكر بس. يعني الحشو ده اختياري بالنسبة لكم، بس هي بصراحة بالسوداني كان طعمها بجد تحفة. الحشو خلاص معايا جاهز. تعالوا بقى نشوف هنشكلها ازاي. حطيت هنا العجينة ما بين كيسين تلاجة، فردت كيس من تحت وكيس من فوق، وبعدين هفردها بسمك يكون رقيق جدا. بعد ما فردتها هبتدي اشيل الاطراف، انا عايزة شكلها يكون مستطيل. ببتدي كده اقطع الاطراف بسكينة او بقطعة البيتزا. خلاص كده بقى معايا شكل مستطيل. هبتدي اضيف الحشو بتاعي، هوزعه كده بايدي، وبعدين بمساعدة الكيس بقى هبتدي الفها رول. شايفين الكيس بيسهل عليا حاجات كتير بصراحة. تمام كده. بعد كده هبتدي افردها تاني، بعد ما عملتها رول هبتدي افردها تاني بالنشابة. خلاص كده. بعدين اقطعها بقى بالسكينة، اقطعها باي شكل عندكم. انا هقطعها كده مثلثات، يعني كشكل مثلا جديد. طبعا مش دي كل الكمية، لسه باقي العجينة. هي بتعمل كمية حلوة، يعني المقادير قليلة بس بتعمل كمية حلوة. ولو حابين تضاعفوا المقادير يبقى تضاعفوا كل حاجة. شايفين ده شكلها؟ طبعا بحطها في صينية تكون مدهونة بالزيت او بالسمنة، وبسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. هدخلها على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون ذهبي من تحت. بعد كده بطفي الفرن واشغل الشواية من فوق تاخد لون ذهبي، بعد كده بنطلعها. شايفين شكلها بجد تحفة؟ شايفين التورقات طالعة حلوة قوي، دايبة ومقرمشة في نفس الوقت. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.